ان العداله مش متحققه، العداله مش موجوده، العداله مش ادي الزمالك العداله. وده الكابتن الجوهري، كابتن الجوهري بجلاله قدره اللي هو اعظم مدرب جه في تاريخ مصر، قال لك كده ادي الزمالك العداله وخلي الفرق بعد كده تنافس. طب ممكن اسالك سؤال يا كابتن طارق؟ اتفضل يا شريف. لو انت راجل مسؤول واحنا انا معلش يا كابتن مهيب، بس ربنا هيكرم يا طارق. كابتن مهيب انا كلامي غلط يا مهيب؟ بتبقى في حاجات متاخره. انا كلامي غلط. الفتره اللي انت عشتها انا عايز اقول لك احنا مش الزمالك نادي. اخليك لا بس تكمل حاجه السؤال ده والله. طيب الزمالك برغم اللي انا بقول لك ده كله واقف على رجل واحده، بياخد بطولات برضه وبينافس برضه، كل سنه بياخد بطوله. يعني هو مش يعني الناس برضو بتصدر للزمالك ميت والزمالك لا خالص. معلش. الزمالك كل سنه بيكسب بيراميدز، بيكسب الاهلي، بياخد من الاثنين بطولات. طيب كابتن طارق هو راجل مسؤول، انت وانا واقف على رجل واحده. يلا عشان نطلع فاصل. انت راجل مسؤول مثلا بتعمل عايز تعمل اعلان، انا وباسم اثنين لعيب الكوره، انا واخد 30 دوري وباسم واخد 2 دوري، هتروح مع مين؟ هتمضي مع مين؟ انت ترجعني بحاجه. لا سؤال بس ما هو مين المتحكم؟ مين المتحكم؟ هتدي النجم هتدي النجم هو الراجل اللي هو هيجيب لك مش هو زيزو ده اللي بيعمل اعلانات دلوقتي، اللي كان موجود في نادي الزمالك وما بيروحش اعلان على فكره. هو نفس الشخص. والراجل ده فاكر والكلام ده كويس قوي. كابتن صلاح حفيظ طلع معاك قال لك ان حسين الشحات دوري الابطال غير الكونفدراليه. انا معاك، انا قلت ان زيزو احسن لعيب في افريقيا حتى لو في الكونفدراليه، والكونفدراليه بطوله قويه. ولما زيزو راح بالعكس انا كنت بقول زيزو في الزمالك، وعلى فكره زيزو في الزمالك كان مردوده احسن بكتير. وخلي بالك زيزو في الزمالك لعيب كويس بس مش نجم، في الزمالك نجم كبير قوي. النادي الاهلي اي حد في النادي قصدك لعيب في الاهلي؟ لعيب كويس بس مش نجم. لا مش نجم في الاهلي. لا مش نجم طبعا. نجم لو لوش ماتشين هيقعد، لو ماتشين كمان زيزو مش كويس. امبارح كان كويس، بس قصدي اقول لك ان بالمناسبه ان كده في الزمالك هيلعب حتى لو مش كويس. انت تقصد ان الاهلي ما عندوش هيفضل يلعب؟ الاهلي لو ما عندوش مثلا اللي بيلعب هو اللي نادي الزمالك بيكون موجود. ممكن زي ما كنا بنتكلم انا وباسم، لو انت عملت موسم ممكن تعيش عليه في الزمالك. النادي الاهلي انت النهارده لو مش كويس هتقعد حتى. اصل خلي بالك الراجل ده باسم مرسي كان هداف منتخب مصر ولو شويه صغيرين ما كملش في النادي. اللي هو باسم مرسي اللي انا شفته بعيني واتفرجت عليه وكان من نمره 1 في منتخب مصر، لما لو شويه في نادي الزمالك ما كملش. انا مش فاهم، ما فهمتش يعني ايه. يعني برضه انا فاهم وجهه نظر شريف. انا فاهم انا بص يعني زي الاهلي يعني. لا من الاخر سهل تبقى نجم في الزمالك وانت عارف كده كويس، وزيزو كان نجم النجوم حتى لا هو انا هقول لك زي ما قلت هيلعب في اي وقت. في الاهلي زيزو لو لوش مش هيلعب. هقول لك زي ما انا قلت لك جوه يا شريف، جمهور الزمالك هو في هيديك فرصه ثانيه. جمهور الزمالك لو انت عملت موسم كويس على حساب النادي، لا ده عشان انت لعيب كويس وعملت حاجات كويسه للنادي.